الفيديو ده ان شاء الله نروح مع بعضنا استاد جابر اللي هو ان شاء الله يستضيف مباراه مصر وبلجيكا. طبعا المباراه دي استعدادا لبلجيكا عشان هي مشاركه في كاس العالم. طبعا منتخب مصر هيلعب هنا المباراه دي هنا في الكويت، وان شاء الله نشوف مباراه كويسه. وطبعا الناس كلها هنا مستنيه المباراه دي، والاعلانات مالت الشوارع، وطبعا في استعداد كبير جدا هنا من الاتجاه هنا في الكويت اللي هم يطلعوا بالمباراه دي تكون احسن حاجه، وان شاء الله نشوف الاستعداد تكون كويسه. فاحنا هنروح مع بعضنا دلوقتي نشوف الاستعدادات عامله ازاي، ونتكلم ان شاء الله مع بعضنا عن اسعار التذاكر، هل هي غاليه او رخيصه. فلو انت مره بتشوفني اديش اشتراك في القناه، ولو بتشوفني على الفيسبوك اعمل لي فولو، ولو شفتني اكتب لي تعليق ودوس لي لايك عشان تشوف كل فيديوهاتي الفتره الجايه باذن الله. يلا نشوف نكمل الفيديو مع بعض. بالمناسبة هنا في الكويت الحاجة اللي ممكن تكون استغربت لها جدا لقيتها حاجة حلوة جدا، اللي أي طفل أقل من 18 سنة بيركب الباص ما بيدفعش فلوس أو ما بيقطعش تذكرة، وده بيركب كده فري. فأي طفل صغير بنت أو ولد يكون سنه أقل من 18 سنة ما بيقطعش تذكرة داخل الباص، وده حاجة عجبتني جدا. وبكده ان شاء الله اكون وصلت الاستاد. طبعا عايز اكلمكم شويه عن الاستاد. الاستاد جابر مساحته كبيره جدا، مساحه الاستاد ده 60,000 متفرج، يعني مساحته كبيره جدا. وطبعا منتخب مصر اهتم بالملعب ده وجي لعب عليه قبل كده اكتر جدا من منتخب بلجيكا. وطبعا ان شاء الله ربنا يوفق منتخب مصر، وباين كده عليها هتمطر، فان شاء الله ربنا يقدرني كده واقدر اخلص الفيديو قبل ما تحصل مطر. طبعا زي ما انتم شايفين كده الاستاد شكله حلو جدا من بره، زي ما انتم شايفين كده في استعدادات كتيره جدا بتحصل قبل المباراه وكده. طبعا لسه ده بيركب هنا كده في بلاط انترلوك كده بيركب في الارض، وطبعا الحاجات دي كلها هتخلص وقعد بالظبط ممكن 6 ايام من المباراه يوم الجمعه. طبعا في وقت كافي ان كل حاجه دي هتخلص ان شاء الله. فاكر شويه تذكره المباراه هنا بتبدا من 150 دينار لحد 10 دينار. طبعا الحجز شغال الايام دي، فلو انت لسه ما حجزتش فحاول انت تحجز على طول الفتره دي عشان خاطر قبل المباراه بيوم او بيومين، فطبيعي ان هو ممكن يكون ما فيش تذاكر تاني، تكون التذاكر استنفذت كلها. يلا نخش بقى نشوف. وصلت قدام الاستاد وكنت جاي متحمس جدا ان انا اخش الاستاد واصور من جوه، بس للاسف اتاخرت شويه عشان خاطر حاليا قفلوا الاستاد عشان خاطر استعدادا للمباراه، وطبعا مش هقدر ان انا اخش اصور الاستاد من جوه. بس بالمناسبه حبيت اقول لكم ان في اهتمام كبير جدا هنا بالمباراه، وطبعا بالاخص عشان خاطر محمد صلاح موجود في المباراه دي وهيكون موجود، فدي طبعا في اهتمام كبير جدا من الناس هنا عشان خاطر وجود محمد صلاح في الكويت، فده حاجه كبيره جدا. موجوده في بطوله شغاله والناس كلها موجوده، وان شاء الله اصور لكم اكتر من حاجه كده تتفرجوا عليها وتشوفوها، وان شاء الله نقدر المنتخب مصر يقدر ربنا يوفقه في المباراه دي وتكون مباراه حلوه. وان شاء الله اشوفكم فيديوهات كتيره جدا تعجبكم الفتره الجايه. اشوفكم على خير، السلام عليكم. فؤاد. وطبعا وقت تسليم الجوائز دي طبعا الناس اللي كسبت اللي هي الجري اللي كان شغال حاليا مسابقه الجري، فدي لحظه التتويج لكل واحد فيهم هياخد جايزته في الوقت الحالي. اتحاد رئيس اللجنه الفنيه ورئيس لجنه الحكام، والسيد فاروق الشاعر عضو مجلس اداره الاتحاد الكويتي لالعاب القوى ومدير المنتخبات 22-23 للناشئين سويد عبد الله سويد نادي الساحل. 41 ثانية و75 جزء من الثانية. البطل سويد عبد الله سويد. الميدالية الفضية المركز الثاني عمر عبد الحميد السيد نادي الساحل.
الميدالية البرونزية يوسف بن سليم نادي القادسية. مرزوق مبارك فرج نادي القادسية. المركز الخامس سعد محمد سعود نادي القادسية. العاشر السادس سلمان عبد الله فؤاد نادي كظمة.